السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ممدوح الشارع عقارات ومحاضر سيلز ريال استيت. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله إحنا هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ودي برضو بتخص السيلز الفريش اللي لسه داخل مجال الريال استيت جديد. ودايما إحنا بنركز في معظم فيديوهاتنا على الناس اللي واخدة الكارير بتاع سيلز ريال استيت وأول مرة تخش فيه، فبنحاول إن إحنا نبقى سبورت معاهم يعني كل فترة بحيث نقدر نوضح لهم الدنيا ماشية إزاي. تعالى نتكلم عن حاجة مهمة جدا بعد الفاصل ده. حضرتك لو مقدم في شركة ريال استيت واتقابلت في الانترفيو الشركة، فايه المطلوب منك ان انت تسأل فيه عشان تعرف ان الشركة دي شركة هتقدر تقدم لك كل التولز المحترمة اللي تقدر تحقق بيها المبيعات بتاعتك او التارجت بتاعك. تعالى نتكلم عن حاجة مهمة جدا ولازم تسأل فيها بعد ما تتقبل في الانترفيو، وهو الماركتنج بتاع الشركة بتشتغل ازاي، او الاعلانات بشكل عام بتشتغل ازاي. عندنا طرق مختلفة جدا بنعمل بيها الاعلانات، وهي ممكن نسأل فيها زي مثلا السبونسر بتاع السوشيال ميديا عامة بشكل عام، زي الفيسبوك، الواتساب، كامبين، كل جميع انواع السوشيال ميديا الاعلانات ممولة بمعنى اصح، بتشتغل عشان تقدر تجيب لك ليدز محترمة تقدر تتعامل معهم وتقدر تبيع من خلالها. ده جزء من اعلانات الماركتينج. عندنا حاجة تانية برضو من ضمن الماركتينج بلان بتاعتنا اللي انت المفروض تسأل فيها الشركة، وهي برضو الاعلانات. الشركة دي بتعمل اعلانات اول دور ولا لا، تعمل براندنج ليها ولا لا، عشان تقدر برضو تجيب لك داتا مختلفة. وايه هي اعلانات الاول دور؟ زي حضرتك الاعلانات اللي انت بتشوفها مثلا على اي كوبري من الكباري، زي كوبري 6 اكتوبر مثلا، بيبقى في اعلانات كبيرة جدا لما بيكون في لونش جديد، افتتاح لمشروع جديد، فبقى محطوط عليه اسم المشروع ورقم التليفون، وبيجي لك برضو ساعات منها ارقام تليفونات. وعندك برضو جزء تاني زي الاعلانات او الميديا بتاعت التلفزيون، لما بكون مثلا بعمل كامبين على التلفزيون اونلاين شغال، بيجي لك ارقام فريش للعملاء عشان تكون مستهدفة للمشروع بتاعك اللي انت شغال فيه. عندك حاجة تاني برضو زي المعارض اللي بتتنسق، زي معرض الأهرام، سيتي سكيب، الحاجات دي كلها برضو بطريقة مختلفة بتقدر تبيع وتقدر تستهدف العملاء اللي محتاجة البروجكت بتاعك انت. دي برضو من ضمن الطرق اللي بتستهدفها الشركات. يعني عندك أنواع كتيرة جدا تعمل اعلانات من خلالها الشركة، ودي بتبقى من الشركات المحترمة اللي ليها تارجت معين عايزة تحققه، وبتصرف الاعلانات بطريقة محترمة ومتوجهة صح. فدي من ضمن الحاجات المهمة اللي انت لازم تسأل فيها بعد ما اتقبلت انت من الانترفيو. نيجي نتكلم عن الحاجة التانية اللي مطلوبة منك انت بقى كسيلز، او التارجت اللي مطلوب منك اللي انت لازم تحققه. تعالوا بعد الفاصل نتكلم عن الحوار ده. يا مساء الفل، رجعنا لكم. تعالوا بقى نتكلم على النقطة المهمة. انت كسيلز ايه اللي مطلوب منك في الشركة؟ طبعا زي اي شركة من الشركات المحترمة بتحدد لك تارجت معين. التارجت ده اللي هو تارجت المبيعات بتاعك اللي انت بتستهدفه، اذا كان التارجت ده شهري او كل كوارتر، تمام كده، اللي هو كل 3 شهور بتحدد لك نسبة مبيعات. اذا كانت مثلا سيان مثلا على سبيل المثال 5 مليون 10 مليون، بناء على الماركتنج بلان اللي هي بتقدمها لك، اللي هي بمعنى اصح الداتا اللي بتدخلها لك في اليوم اللي انت تقدر تشتغل فيها وتقدر تحقق منها مبيعات. تمام كده. انت كسيلز عشان تحقق مبيعات، احنا عندنا 2 من انواع السيلز بيشتغلوا في الشركه، سيلز دايركت وسيلز اندايركت، ودول هنتكلم عليهم ان شاء الله ونفرقهم في الحلقات اللي جايه. نتكلم على ايه الفرق بين السيلز الدايركت والاندايركت. طب تيجي نتكلم بقى على السيلز الدايركت، اللي هو السيلز اللي موقعه داخل الشركه، اللي بيبدا يتعامل مع العملاء مباشره، وده بيبقى مطلوب منه تارجت معين على مدار الفتره بتاعه السيزون اللي شغال فيها. تاني حاجه والاهم، عشان تنجح في التارجت بتاعك ده لازم تنسق وقتك بطريقه محترمه على مدار يومك. بمعنى صح، من اول دخولك الشركه لازم تنسق الوقت بتاعك كويس،
الداتا الفريش اللي انت بتاخدها من الشركه تتعامل بيها عشان تقدر تحقق منها مبيعات. الفولو اب على ورم اب اللي انت بتعمله مع العملاء. الميتنج اللي انت بتحدده خلال اليوم، لازم تنسق وقتك تحدد لكل حاجه من الحاجات دي مثلا ساعه ساعتين عشان تقدر تحقق القدر الممكن من المبيعات او التارجت اللي متحدد لك، بل بالعكس تقدر تاخد توب تارجت كمان. ولازم تخلي بالك من حاجات كتيره جدا برضو، ان انت ما تعتمدش على الداتا كمان اللي بتديها لك الشركه عشان تحقق منها مبيعات. لازم تشوف اي طرق تانية، ومنها مثلا انت ممكن تعمل كول دي مع اي شركه من الشركات، تروح مثلا تعرض تاخد برايس ليست بتاعتك، البرزنتيشن بتاعك، تاخد العروض اللي موجوده او الاوفرات اللي موجوده عندك في الشركه وتروح تعرضها مثلا مثلا على شركه، عند شركه تروح تعرضها مثلا لشركه بترول، شركات مثلا من الشركات الكبيره، شركات اجهزه كهربائيه. بتروح طبعا توجه الكلام ده كله، بتاخد زي طلب من الشركه عندك، شركه التطوير العقاري، اللي انت عايز تقدم لهم عرض سعر كويس موجه من شركه مثلا فلان للتطوير العقاري لشركه بترول فلان، وتاخد الاوفر ده وتروح تعرض عليهم. ممكن تعرض عليهم ان انت تعمل بروسيس كويس في المكان عندهم بحيث تديلهم اوفر واسعار محترمه وداون بيمنت بلان للمشروع عندك باسعار مختلفه عن اللي معروضه عندك في الشركه، بحيث ان هم دول اللي انت تعمل ديل قرب ديل، يعني بتعمل عدد مبيعات كتيره في مكان واحد، فمحتاجين ان انت تقدم لهم عرض كويس عشان تقدر برضو تضيف ده كله في التارجت عندك بطريقه غير مباشره. ده من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا احنا اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا، احنا لو قعدنا نتكلم كتير مش هنخلص كلامنا. انا بحاول اقرب لكم المعلومه على قد ما اقدر بالنسبه للناس السيلز فريش اللي لسه داخل مجال جديد، ولو ناس من اللي عندها اكسبيرينس متابعانا اكيد فاهمه الكلام دوت. فاحنا محتاجين بس اللي احنا بنبسط لكم على قد ما نقدر المعلومه عشان تقدر توصل لكم صح. واي حد من الناس اللي مش فاهم يعني او المعلومه بمعنى اصح مش واصله له، ممكن يسيب لي اي كومنت وانا هرد عليه، مفيش ادنى مشكله خالص، او يبعت لي على الرقم الواتساب اللي موجود على البيتش عندنا، وان شاء الله اقدر افيدكم وما اتاخرش عنكم في اي حاجه. واهم حاجه بقى طبعا بعد ما انتوا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك وتتابعونا على الجرس عشان تقدروا تتابعوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا الفتره اللي جايه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.